يا اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامجكم اللي ملوش زي هلو ماذر فاذر. انا عارف ومتاكد وواثق ان كل واحد فيكم كبابا او ماما بيحس ان دورنا في التربيه بقى اصعب من طلوع الجبل برجل واحده. الدنيا حوالينا يا جماعه بقت بتجري بسرعه الصاروخ. التحديات اللي بنقابلها مع اولادنا كل يوم يا ستار، في البيت بقى، في المدرسة، ده حتى على الموبايل، ده الواحد بقى يحتار ايه الصح وايه الغلط وازاي نربي الكائنات الصغننة دي صح في الزمن ده. ده اوقات بحس ان انا محتاج كتالوج جديد لكل طفل بيتولد. تعالوا نرجع بالذاكرة كده سنتين ثلاثة، لا 30 40 سنة لورا كده. كتير مننا اتربى على جمل زي اسمع الكلام، ما تردش على الكبار، ما تتكلمش في الاكل، يا قليل ادب، عيب، بطل دلع. كانت طرق تربيه قايمه في الاساس على السيطره والعقاب، اللي كان بيخليك تشوف النجوم في عز الظهر، والقواعد اللي كانت اشد من اسوار السجن. واهالينا طبعا كانوا بيعملوا كده علشان يحمونا وعشان بيحبونا، وممكن يكونوا فاكرين ان دي الطريقه الوحيده عشان يطلعونا جيل محترم ومنضبط، وده على عيني وراسي والله. بس السؤال ده يا جماعه، هل الطرق دي لسه بتجيب نتيجه النهارده؟ يعني طفل عصر التيك توك واليوتيوب والانترنت والاي اي اللي بيشوف كل حاجه، اللي بيتعرض لكميه معلومات انت شخصيه ممكن ما تعرفهاش، هل ده ممكن نربيه بنفس الطريقه اللي اتربينا بيها؟ ما تفكرش، الاجابه ببساطه لا. الموضوع بقى في الكنافه بيستاشيو تماما. الجيل الجديد ده عايز يتفهم، عايز يتحاور، عايز يعرف ليه بيعمل الحاجه الفلانيه، مش مجرد اعمل كذا وخلاص. طرق زمان اللي قايمه على الخوف والعقاب دي ممكن تطلع لك روبوت مطيع مؤقتا، خد بالك من مؤقتا، بس على المدى الطويل هتلاقي عندك طفل خايف من خياله، متردد، ما عندوش ثقه في نفسه زي كتير دلوقتي، او ممكن يطلع عنيد عشان مش فاهم او مش مقتنع. مين فينا ما بقاش بيشتكي من ابن عنيد، او بنتي لازقه في التليفون زي اللي بالها في الشعر، او مش عارف اسيطر على غضب ابني اللي بيتقلب ويتململ زي السمكه لما بتطلع من الميه؟ ده غير مشاكل الخجل وقله الثقه اللي بتخلي العيال ما يعرفوش يختاروا، ومشاكل الاخوات مع بعض اللي بتقلب لنا البيت. طب بص، كتير من المشاكل دي يا جماعه بتكون نتيجه مباشره للطريقه اللي بنربي بيها اولادنا، حتى لو كانت نيتنا زي العسل. وهنا بقى بيجي دور التربيه الايجابيه. ده مش مجرد كلام نظري او موضه جديده، دي يا سيدي الفاضل كتالوج حياه بيساعدنا نبني علاقه قويه وكويسه مع اولادنا، اساسها الاحترام المتبادل والتفهم وبناء الثقه، اللي بيخليك او بيخليهم يحكوا لك اسرارهم بدل ما يحكوا لاصحابهم. ببساطة شديدة التربية الإيجابية دي يعني إنك تربي ابنك زي ما كنت تتمنى إنك أنت تتربى لو كنت مكانه. هي مش دلع زي ما بعض الناس فاهمة، ولا هي حرية زيادة تخلي الطفل يركب على راسك ويدلدل لا مؤاخذة يعني ويعمل اللي هو عايزه. بالعكس، التربية الإيجابية بتعلم الطفل المسؤولية والحدود، بس بطريقة تخليها نابعة من جواه هو، مش مفروضة عليه بالقوة. هي إنك تسمع ابنك بجد وتفهم مشاعره، حتى لو بتقول حاجة ما ينفعش تحصل أصلا وهتضره، زي بابا انا عايز اكل كل الشوكولاته اللي في البيت. تحط له قواعد زي بس تشرح له ليه القواعد دي موجوده. يعني مش اعمل كده عشان قلت كده وخلاص، لا اعمل كده عشان دي هتحافظ على سلامتك يا حبيبي. ركز على تصرفاته الايجابيه وتدعمها بدل ما بتركز على الغلط بس. يعني لما يعمل حاجه صح نطبل ونزمر ونقول يا سلام عليك يا عبقري، مش لما يكون غلط نطلع له كل غلطاته من يوم ما اتولد. تعلمه ازاي يحل مشاكله بدل ما تحلها له. يعني لو اختلف مع اخوه مثلا ما تدخلش وتفصل بينهم وتقول لهم فلان اللي غلطان او انتوا الاثنين اللي غلطانين، لا، تخليهم هم اللي يتفاوضوا ويحلوا المشكله. ويا سلام بقى لو وصلوا لاتفاق سلام عالمي، تغلط قدامه وتعتذر وتفهمه ان الغلط ده فرصه عشان تتعلم مش مصيبه يعني. احنا هدفنا اننا نطلع اجيال اسويه نفسيا، عندهم ثقه في نفسهم، بيعرفوا ياخدوا قراراتهم، بيعرفوا يتعاملوا مع صعوبات الحياه اللي ما بقتش بتخلص، ومبسوطين في حياتهم. التربيه الايجابيه دي بتجهز ولادنا للمستقبل، مش بس بتخليهم يمشوا على قواعد احنا فرضناها عليهم زي الروبوتات. التربيه الايجابيه مش بس هدفها ان ابنك يسمع كلامك ويقول لك حاضر يا بابا، او بنتك تجيب درجات كويسه وتطلع الاولى على الجمهوريه، يا سيدي ان شاء الله. الهدف اعمق من كده بكتير. احنا عايزين نربي ولادنا عندهم ذكاء عاطفي عالي، بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم ويفهموا مشاعر غيرهم. يعني ما يبقاش الواحد فيهم ماشي في الدنيا زي الحيطه كده وما عندوش قلب واحساس. عندهم
ثقة في نفسهم وفي قدراتهم، ما يخافوش يجربوا أو يغلطوا. يعني لو وقعوا 1000 مرة يقوموا ال1000 مرة. يكونوا كمان بيعرفوا يحلوا المشاكل اللي بتواجههم وما يستسلموش بسهولة. عندهم مرونة نفسية، يعني بيعرفوا يتكيفوا مع الظروف الصعبة. مش أول ما النت بيقطع عليهم الدنيا بتخرب وبيقعدوا مكتئبين. بيحترموا نفسهم ويحترموا غيرهم عشان نطلع جيل محترم فعلا. كل ده بقى بيتبني على أساس العلاقة القوية المحترمة اللي بنبنيها معاهم دايما من وهم صغيرين. لما العلاقة دي تكون مبنية على الأمان والحب والتفاهم، الطفل بيكبر في بيئة صحية بتشجعه يكون أفضل نسخة من نفسه، ويمكن أحسن مننا كمان. بصوا، جهزوا نفسكم للخبطيطة بالصلصة. الحلقة دي كانت مجرد أبيتايزر كده بسيط عشان نفهم ليه التربية الإيجابية بقت ضرورة مش رفاهية. في الحلقات الجاية بقى هندخل سوا في كل التفاصيل اللي هتخليكم أحسن في التربية. يعني هنتكلم عن إزاي نتعامل مع غضب ولادنا اللي بيخلي الواحد يشد في شعره مبقاش عارف يتصرف معاه. إزاي نبني الثقة في نفس الطفل اللي كلنا بنشتكي إنها ما بقتش موجودة تقريبا. إزاي نقول لأ بس بحب من غير ما يحس إن إحنا بقينا بنكرهه أو مش عاوزينه. إزاي نعلمهم المسؤولية، وإزاي نقلل وقت الشاشات اللي خلت عينيهم احولت من كتر التدقيق فيها. وازاي نكون قدوة حسنة لأولادنا. ودي أصعب حاجة إنك تكون قدوة حسنة، مش عشان أنت وحش، لا، علشان تقدر تنقل لهم وجهة نظرك. هتكون رحلة ممتعة ومليانة نصايح وحلول عملية. هنغير مفاهيم كتير قوي عندكم وهتخليكم تشوفوا التربية بمنظور جديد خالص، منظور هلو ماذر فاضل. ما تفوتش ولا حلقة عشان ولادنا يستاهلوا أحسن تربية، يستاهلوا يطلعوا بني آدمين بجد. تفتكروا بقى إيه أكتر تحدي بتواجهوه في تربية ولادكم حاليا؟ يا ريت تكتبوا لنا ده في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير لو الحلقة عجبتك. نشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. ما تنساش